علاش بعض الناس كيعطيو بزاف وما كيعرفوش ياخذوا؟ مرحبا بكم في بودكاست سكينة بين السكون والكلام. كاين ناس الا احتاجوا شي واحد كيلقاهم، او الناس واقفين معاه كيعطيو الوقت، الاهتمام، الحب، النصيحه، ولكن ملي كيجي الدور ديالهم باش ياخذوا كيحسوا بالذنب او بالاحراج. علاش؟ انا شخصيا كنت كنظن ان العطاء هو الفضيله الوحيده، وكل ما عطيت اكثر راه انا انسانه افضل. ولكن مع الوقت فهمت ان العطاء بلا حدود ماشي دائما كيكون صحي. بعض الناس تربوا على فكره ان الاهتمام بالاخرين اهم من الاهتمام بالنفس، كيتعلموا كيفاش يعطيو ولكن ما كيتعلموش كيفاش يستقبلوا الحب او المسانده او حتى هديه بسيطه. مثلا انا من الناس اللي الا جاب لي شي واحد غير تمره كنفرح بها، ماشي بسبب قيمه ديال التمره، ولكن حيت كنشوف ان هذا الانسان فكر فيا وانا ما كايناش معاه. هنا فهمت ان الاستحقاق ماشي طمع. الاستحقاق هو انك تسمح لنفسك تستقبل الخير كيف ما كتقدم الخير. وكاين واحد الحاجه اخرى فهمتها متاخر، الناس اللي كيكونوا كيعطيو بزاف ماشي دائما كيكونوا كيعطيو حيت هما سخيين ولا كرماء، كيكونوا كيقلبوا على الاحساس بالقيمه، كيحسوا ان القيمه ديالهم مرتبطه بشحال كيقدموا الاخرين، فكيبقاو كيعطيو 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 حتى لواحد النهار وكيعياو. ولكن الحقيقه قيمتك ماشي في شحال كتعطي، القيمه ديالك راه كاينه فيك اصلا. ما خاصكش تبذل مجهود خارق باش تستحق الحب، ما خاصكش تضحي براحتك كامله باش تستحق التقدير، حيت الناس اللي كيبغيوك بصح كيبغيوك لذاتك كما انت، ماشي الخدمات اللي كتقدمها. على حسب اللي فهمت، النضج الحقيقي ماشي غير نتعلموا كيفاش نعطيو، ولكن النضج الحقيقي هو نتعلموا كيفاش نستقبلوا بدون احساس بالذنب. العطاء جميل، ولكن الاستحقاق هو انك تعرف ان قلبك حتى هو يستحق ان يعطى له. هاد الفكره غالبا غادي تلمس بزاف ديال الناس، وخصوصا النساء اللي متعودين يكونوا دائما في دور العطاء والرعايه وكيصعب عليهم يستقبلوا. وشكرا بزاف حيت وصلتي حتى لهنا وسمعتي الفيديو ديالي. الا حسيتي ان هذا الكلام مفيد ويقدر يفيد شي حد كتعزو تقاسموا معاه، وإلا جا وقته بالنسبه لك ما تنساش تصيفطوا لشي واحد حتى هو محتاج يسمعه.